إياد يعتبر هو من الموسيقيين السوريين اللي مؤخرا صار عندهم فعلا سمعة فنية كتير كبيرة، تحديدا بالوسط الموسيقي بين الموسيقيين لما يتميز به بأخلاق طيبة. بالإضافة أنه موسيقيا يعني كان في شبه إجماع عليه بموهبته الخاصة والاستثنائية. بيعزف، هو عازف ماهر جدا على آلة البزق، عنده أسلوبه الخاص جدا. استخدامه لآلة البزق مختلفة عن كل الموسيقيين التانيين. آه، تأثر بشكل كبير بالموسيقى الشمال السوري بكل تنوعها. يعني هو كون جرابلس هي مدينة حدودية مع حدود تركيا بشمال سوريا، والمنطقة هي منطقة فيها كتير إثنيات، فتأثيره بهاي الثقافات كلها، سواء بالموسيقى العربية الموجودة أو الكردية أو التركية أو الأرمنية أو أي ثقافات تانية، فهي هو كان يعني عم يجمع كل هاي الثقافات بموسيقى. بإضافة لعازف، كونه عازف بذوق ماهر وموهوب، كان يتمتع بإذن موسيقية كتير كتير منيحة. خولته انه هو يعمل اشياء، يبدأ يوزع للأوركسترا، يبدأ يوزع لأعمال موسيقيين باستديوهات بدمشق ومؤخرا بلبنان. وفاة إياد عثمان حقيقة بيختزل المأساة السورية، بيختزل القهر السوري أو قهر الإنسان السوري أو الفنان السوري. البلد عم تفقد طاقاتها، سواء فنانين، سواء موسيقيين ولا تشكيليين ولا كتاب ولا ممثلين. الحالة عم تتكرر دائما. طبعا الأعداد بالملايين السوريين اللي عم بيموتوا، بس في وضع يعني كموسيقي أنا بحز بنفسي لما بيكون في موسيقي عم يموت والبلد عم يخسره، خاصة إذا كان بموهبة عالية كموهبة إياد. إياد مكانه ما كان الشخص المفروض يكون عم يهرب من الجيش ويتخبى بالبيت وما يطلع عدة أيام. مكانه كان المفروض يكون على المسرح ويعزف على المسرح ويقاوم الحياة بالموسيقى يعني. بس بظروف سيئة، بوضع مادي صعب، بحياة قاسية، الموسيقى بالنهاية ما فينا تكون أداة وحيدة تعطيه طاقة الحياة ليقاوم الموت والعنف والتشوه واللا عدالة اللي موجودة بالحياة يعني. أخيرا بعزي أهل إياد عثمان، أخواته، أهله، أمه، أبوه، أستاذي محمد عثمان اللي هو الأخ الأكبر لإياد عثمان. نعزي نفسنا كموسيقيين سوريين أو فنانين بشكل عام أو الشعب السوري. هذا العزاء اللي صرنا كل يوم عم نتذوق مرارته، نعزي بحدا بنعرفه أو حتى ما بنعرفه، سمعانين عنه. وبتمنى انه قريبا هذا الجرح يندمل والشعب السوري بعيدا عن اي خلفيات تبعه، سوى يعني يرجع يعيش ببلده بامان بسلام، ببلد يكون فيه ديمقراطية، بيكون في سلام، بيكون في عدالة يليق بالشعب السوري.